قبل ما يطلعون المؤثرين على التيك توك، وقبل أصحاب الملايين والمليارات، وقبل حتى الديناصورات، كانت الحياة كلش بسيطة. كانت اكو كائنات حية وحيدة الخلية بدائية النواة. واحد يسأل سؤال، شنو هاي الكائنات الحية بدائية النواة؟ هاي الكائنات الحية بدائية النواة، أو خلينا نقول هاي الكائنات الحية البدائية أصلاً كانت تعيش على الكرة الأرضية من قبل 3.5 مليار سنة. يعني نقدر نقول أقدم من هذا التليفون النوكيا، وحتى أقدم من البكتيريا اللي تعيش بالتليفونات وتعيش بالجو بشكل عام. هي أول نوع عاش بالكرة الأرضية حسب ما يقول العلماء. وطبعاً بداخلها ما يوجد لا نواة ولا موجود أي عضيات ثانية ولا أي أجهزة، كل شيء ماكو دور. وبما أنه هي بدائية وقديمة، ما نقدر نتخيل أن بداخلها يكون أكو شيء متطور. دائما تكون فارغة، واللي بيها فد أشياء تساعدها على الحياة بس. يعني ما نقدر نشوف بيها لا نواة ولا نقدر نشوف بيها فد أجهزة حقيقية. كل اللي موجود بيها عبارة عن جدار للخلية يحيط بيها، وشوية بروتينات ومادة نووية اللي هي الدي ان اي. يعني إذا كنا نقارن الإنسان بالآيفون أو بالأجهزة الحديثة هذه، نقدر نقارن هاي الخلية بالنوكيا القديم اللي هو بمجرد يتصل ما نقدر نكسره طبعا، وصعب يخرب. وإذا تريدون الصدق، هم موجودين بعدهم ويانا وعايشين بشكل طبيعي. يعني حتى من نغسل إيدنا ما يموتون بسهولة، أو من نعقم إيدينا ترى ما يروحون. وحتى من نخلي لها ديتول، يعني يتونسون بيه، ممكن يسبحون بالديتول وعادي يطلعون جدد كل شيء موجود. طيب شنو اللي يميز هاي الكائنات الحية؟ مثل ما قلنا سابقا، هاي الكائنات بدائية النواة أو الخلايا الحية هذه ما عندها نواة، يعني مجرد بيها دي ان اي متمدد بالخلية ماخذ راحته ومنتشر بيها مثل ما يحب. ومثل ما قلنا، هم ما عندهم أجهزة نهائيا، يعني إذا نريد نقولها بالمصطلح السادس مالتكم، ما عندهم عضيات نهائيا. إذا نتخيل نفسنا احنا داخلين هاي الخلية، يعني نقدر نتخيلها مثل إنه هي تكون شقة فارغة وبيها واي فاي نوعا ما وخلص، كل شيء ما بيها شيء إضافي. زين، واحد يسأل سؤال، شلون تتكاثر هاي الخلايا؟ هاي الخلايا تتكاثر بطريقة الانشطار البسيط. يعني شنو الانشطار البسيط؟ يعني الخلية الواحدة تنقسم وتصير اثنين. طيب لهنا ينتهي الموضوع؟ لا أكيد، هذه الاثنين راح تنقسم وتصير 4، والأربعة راح ينقسمون يصيرون 8، وهكذا. يعني إذا عندك مثلا قطعة بيتزا نسيتها برا، راح تجي ورا يوم تجي تشوفها تلقاك حفلة مسوين الخلايا هذه. أوكي؟ بس الغريب شنو؟ العلماء شو يقولون؟ يقولون هذه الخلايا البدائية النواة هي أساس الحياة بالكرة الأرضية. هاي الكائنات الحية البدائية تساعد الإنسان إنه يهضم الأكل بالأمعاء مالته، وأيضاً تساعده بالحماية مال الجلد، بالإضافة إلى إنه هي المسؤولة عن تكوين الجبن، وطبعاً الجبن أهم شيء حالياً. بنهاية الحلقة، مهما يكون الكائن الحي صغير أو حتى ما نقدر نشوفه بعيننا مجردة إلا بالميكروسكوب مثل هذه الكائنات الحية، فهو مهم بتكوين هاي الحياة اللي إحنا عايشينها. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تشتركون بالقناة وتنشرون الفيديو لجماعتكم حتى نساهم بنشر المعلومة المفيدة. انتظرونا بالحلقات الجاية بشغلات أحلى ومعلومات أهم. شان ياكم الأستاذ الحسين العقالي. مع السلامة.